الكل بيتكلم، الكل سامع، الكل شايف الشبورة في السوشيال ميديا والصفحات الكبيرة عن عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، خصوصا الزيارة العائلية لكابتن محمود الخطيب بعد قبول استئناف المحكمة لقضية التزوير وهذا الحكم في سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية الثانية. الكل شايف الشبورة، الكل سامع في كل تواصل اجتماعي بعودة الابن الضال. هل النادي الأهلي يخالف مبدأ أساسي من مبادئ وقيم في عودة رمضان صبحي، خصوصا هو اللي ساب النادي الأهلي عشان خاطر الفلوس، عشان خاطر الطموح، عشان تحقيق البطولات الذاتية لرمضان صبحي؟ هنشوف الأيام الجاية. اكتب لي في الكومنتات هل رمضان صبحي هيعود للنادي أم هي شبورة وبروباغندا لزعزعة الاستقرار الفني للنادي الأهلي في الدوري العام وفي دوري أبطال أفريقيا؟ اكتب لي في الكومنتات شير ولايك وإعادة نشر لهذا الفيديو. السلام عليكم.